ودخلت على الدي 5 ريندر تاني هتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا. مصطفى بيقول لو سمحت يا باشمهندس ممكن تعمل لنا فيديو لشرح الايزومتريك كام على الدي 5 وازاي اخد سيكشن سواء امامي او جانبي على الدي 5 ريندر. طيب تعالوا نشوف ايه هي الكاميرا الايزومتريك. في التحديث الاخير للدي 5 ريندر عملوا ابديت او دعم للايزو كام. لو ما كنتش تعرفها فلو انت دخلت على 3 دي ماكس وعملت الاورثوجرافيك فيو ودخلت على الدي 5 ريندر تاني هتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا في تشوه الاوبجكت او 3 دي اوبجكت اللي انت شغال عليه. فالمطورين عملوا حاجه جميله جدا وعملوا ابديت جوه الدي 5 ريندر خلاك تدعم الايزو كام. هنرجع تاني على 3 دي ماكس في البرسبكتيف فيو وهنخش جوه الدي 5 ريندر. هنلاقي دلوقتي ان انت بقى عندك 3 مود جوه الدي 5 تقدر تشتغل عليهم للكاميرا. من حرف البي تقدر تغير ما بينهم. هنا هتلاقي نفسك واقف على parallel projection وهنا تقدر ترجع تاني على البرسبكتيف فيو. الدي 5 ريندر من السوفت ويرز القويه جدا في الفتره الحاليه لشغل 3 دي فيجواليزيشن و 3 دي ريندرنج. الكورس بتاعي موجود دلوقتي لتعليم الاساسيات داخل الدي 5 سعره 1000 جنيه. هيعلمك البدايه بطريقه مرتبه ومنظمه تقدر بعد كده تشق طريقك للاحتراف داخل الدي 5 ريندر. فلو انت مهتم وحابب تطور من شغلك سيب لي كومنت او ابعت لي رساله وانا هبعت لك تفاصيل الكورس وازاي تقدر تشترك فيه. نرجع بقى تاني للايزو كام نشوف نقدر نستفيد بيها ازاي. لو انا فعلت البارallel بروجيكشن دلوقتي عادي جدا ان انا اقدر اعملها سين. اقدر اعملها سين في الاتجاه اللي انا عايزه وكمان اقدر ارجع لها في الوقت اللي انا حابه. بس الفكره كلها ان انت ما ينفعش جوه 3 دي ماكس تشتغل اورثوجرافيك لان هي هترجع تاثر على الموديل بتاعك اللي انت شغال عليه جوه الدي 5 ريندر. يعني لو خلينا دي اورثوجرافيك لازم على الدي 5 اكون جوه البارallel بروجيكشن. فدلوقتي انت عندك 3 مود البرسبكتيف ومود الباراليل ومود التو بوينت برسبكتيف. طب هي هتنفعنا بايه؟ هتنفعنا جدا في شغل الجرافس وشغل الكونسبت المعماري. تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل سيكشن داخل الدي 5 ريندر. لو دخلت هنا على المنيو ونزلت على البريفرنسز ودخلت على الويدجتس هتلاقي ان انت عندك حاجتين مكتوب عليهم ليميتد فري ودول حاجتين مهمين جدا بنستخدمهم كتير في شغل الدي 5. هتلاقي منهم السكشن تولز هنفعلها بالشكل ده. هتلاقي الايكون دي ظهر فيها السكشن بالشكل ده. ازاي اقدر اعمل سكشن على الدي 5 ريندر؟ لو ضغطت عليها هتلاقي تو اوبشنز للسكشن كيوب والسكشن بلين. انا اختار السكشن بلين عادي جدا وهبدا اشوف ايه هو الفيس اللي انا عايز امشي باراليل عليه. هشوف سطح اقدر اقف عليه وليكن ان انا عاوز اخد سكشن في الجزء ده وهعمل كده بالظبط. طبعا هتلاقيها نزلت في الاوبجكت منيو وهتلاقي ان انت عندك دلوقتي الانسبكتور بتاع او البارامترز بتاعتها كلها. شوف انت عاوز تعمل فيها ايه بالظبط. بكل سهوله تقدر تحرك السكشن لجوه او لبره وكمان تقدر تعمل سكشن تاني سواء لو عملت له دبليكيت تقدر تاخد سكشن بالمنظر ده. ولو عايز تعمل سكشن تالت تعمل دبليكيت وتقدر تاخد سكشن بالمنظر ده. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اعدل في بعض الحاجات لان المود جوه شكله مظلم قوي. فانا هضغط على السكشن بتاعي الاولاني خالص وهقول له بعد اذنك انا عاوزك تعمل لي افكت باي لايت، يعني اسمح لي ان انا ادخل الاضاءه بتاعتي جوه الفراغات اللي انا شغال بيها. لو جيت مثلا جربت على السكشن اللي فوق وضغطت افكت باي لايت هلاقي ان الحوائط كلها بقت منوره بالشكل ده. لو انت شغال 3 دي بلان وعايز ان انت تظهرها ممكن تشغلها ما فيهاش مشكله. بس انا بحب طبعا ان انت يبقى عندك نوع من انواع الرياليزم فانت تقدر تتحكم في ده وتسيب السكشن اللي فوق مقفول بالمنظر ده. طب ايه بارامترز تانية نقدر نشتغل عليها؟ ممكن نعمل فيل لخط القطع بلون انت عاوزه وبعد كده بتضغط على بريفيو فيل وهتلاقي ان السكشن ومنطقة السكشن بتاعتك بقى لونها احمر. وكمان لو انت حابب ان انت تحط صورة معينة تقدر تحط صورة من هنا بالشكل ده. فلو انت عندك نوع هاتش معين يظهر معاك برضو في ال2 دي ريندر بتاعك او 3 دي سيكشن لو انت حابب ان انت تاخده. وكمان لو انت عاوز تعمل فليب للسيكشن تقدر من الاي سايد والبي سايد تشتغل عليهم
وان انت تحدد له لاير تقدر تشتغل عليها بالشكل ده. بس كده، ده هو السكشن على الدي 5 ريندر. متحمس جدا اشوف اعمالكم، يا ريت اي حد بيطلع شغل بالدي 5 يبعت لي. وكمان لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل ريبوست للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت على قناة اليوتيوب. الحاجات دي بتدعمني جدا وهتخليني استمر في انتاج المحتوى ده. بشكركم جدا، سلام عليكم.